هنا ساكن هنا في الجلاء. انت معاك فلوس بكره تروح الجامعه كده يعني؟ لو تجيب حاجه مع اصحابك. هو اصحابي برضه بيساعدوني زي حالاتك كده والله. لو سمحت سمحت يا اخويا وانت اللي بتساعد وانت اللي بتساعد. هو باين عليك يا عم ما تقطعش المعون يا عم، ما تبقاش يعني ايه، ما هو ساعدني حاجه لوجه الله يعني، ما تقطعش المعون بمعنى هو فاهمني، هو باين عليك يعني من هو واحد زي الشحط ده داخل عليك، واحد زي الشحط ده داخل عليك يقول لك انا عايز اكل، قلت له ياكل كده عشان يا عم انا والله انا بعملها اللي انت مالكش دعوه. انا في الطبيعي والله ما بمد ايدي لحد مالكش دعوه، بس انت والله ما انت اسمك ايه الاول؟ انا اخوك محمود. مالكش دعوه يا محمود. هو يا عم انا بساعدك، انا ما بساعدكش. طب انت جيت تحرجني ليه يا عم؟ استنى بس، هو انت دلوقتي انا طلبت منك حاجه؟ كلمه انا طلبت منك حاجه؟ ماشي، بس برضه واحد زي الشحط ده المفروض يبقى شغال. يا عم شحط ايه والله العظيم. بس يا محمود، انا طلبت منك حاجه؟ لو مطلوب منك حاجه تبقى تتكلم وشوف بقى انت قاعد ولا شوف انت رايح فين. يا ابني ده اكبر منك يا عم انت مالك؟ لا يا عم انت مالك؟ خلاص انت مالك؟ خلاص انت مالك؟ خلاص دي حاجه انا بديها منك حاجه، انت ما تتكلمش بقى بعد اذنك. يا شوف انت قاعد عم فين بقى بعد اذنك. يعني ما تخسرش معاه عشان لا هو ما عرفوش اصلا. روح اخش في انت قاعد طب فين. ما تجيب لي 100 جنيه كده اروح. لا يا اخويا انت بسم الله ما شاء الله باين معاك فلوس اهو، ففاهمني امشي بقى عشان هوريك وشي مش هيعجبك. يا عم خلاص انا هتوكل على الله خلاص عشان ما يسبلكوش روح اي شايف فين عشان هوريك وشي مش هيعجبك. فتوكل على الله. طب هات 100 جنيه طيب يا عم بقول لك توكل على يعني معاك فلوس، ده انت صغير ومعاك بص توكل 100 على جنيه طيب يا عم ولا اي حاجه. توكل على يا عم لك يعني معاك فلوس. توكل على الله عشان ما اوريكش خلاص وشي يا عم قسما بالله تزعل مني. انا هتوكل على الله لا خلاص. اخويا تعالى كده بس تعالى يا عم بس امشي يا عم تعالى بس يلا كده. يا عم انت مالك؟ بص يا اسطى انت لو ما مشيتش انت تزعل مني. شوف انا اقول لك حاجه، انا اقول لك انا والله ما بعمل كده في الطبيعي. بس يا عم يقول لي ايه ظروفي؟ مالكش دعوه باذنك. شوف انت هتوكل على الله رايح فين، عشان قسما بالله انت تشوف ان وشي هيزعلك جامد. شوف توكل على الله بس يعني هو ده كده. اللي انتوا عاملين عليه حوار. اه انا طب بس كده يا اخويا، قلت توكل على الله عشان ما تزعلش مني. توكل على انا الله. استناك برضه. استناني يا عم ولا تعمل يا عم؟ هو ايه سبب الخلاف اللي حصل ده يعني؟ فكك منه يا محمود، ده باين عليه فاهمني. ناس واحد مش هيك. قول بس كده. خد يا عم دي حاجه بسيطه. يا عم انا كده دي حاجه بسيطه. انت شكلك طالب علم يعني، انت بتدرس يعني. والله دي حاجه بسيطه، انا بعتبرها كانها لاخ ليا، مش بعتبرها لحد. يعني انا مش كده هبقى جاي عليك. طب بالله عليك تقول لي رقمك مثلا ابعتها لك كاش يا ولا؟ عم والله ما محتاج، لو محتاج انت. طب انت ساكن فين او بتقعد هنا على طول؟ انا بقعد هنا على طول. ده منين يا اسطى؟ يا عم مفيش حاجه، هو اخويا التاني اللي كان بيزعق معاكم في حاجه؟ لا يا عم ده اخويا بس، وكان بيكلمني في حاجه، فالتاني ده كان فاكر هو حاجة بس غلط. ايه كان هو يعني ده أخويا، حصل سوء أخويا، تفاهم ده يعني أخويا. مش اكتر ولا ده اخويا. لا تسلم يا اخويا والله. حاجه؟ لا الله تسلم، يبارك لك تسلم. والله. لا تسلم والله. والله بص احنا يعني الناس اتلمت علينا كده برضه بشكلها يعني. بص انا اقول لك حاجه، يعني شفت واحد زي اللي واقف ده كان واحد محترم فاهمني. قال لك الله يبارك له. التاني ده احنا هي بقول لك صوابعك كلها زي بعض، فخد دي حاجه بسيطه تمام، وانا هبقى يعني فاهمني لو ينفع يعني وانا انت صاحبك. هتكون متراضي يعني مش زعلان. لو ينفع ان انا ابقى صاحبك فاهمني، ننزل نقعد ده مع بعض شرف كده. ليا والله. يا اسمك كريم ايه؟ نور. عشت